منى فندي. قصة المطربة السفاحة ذات الصوت الجميل، لكن الجمال الخارجي ما وقف في صفها، واللي له دور كبير في مسيرتها الفنية. فتحولت من عالم الشهرة والأغاني إلى عالم الشعوذة والإجرام عشان تنتقم. منى فندي قالت جملة أرعبت كل من سمع في ذاك الوقت: أكون تيكن ماتي. رددتها منى فندي اللي عقدت صفقة مع الشيطان لكل الحاضرين. وإيش سر هذه الجملة؟ خلونا نسمع القصة بالتفصيل. تبدأ القصة في الوقت اللي تمنت فيه منى الوصول إلى عالم الشهرة والأغاني، وخاصة إنه كان عندها صوت فخم وجميل، لكنها انصدمت من حلمها، وإنه عالم الشهرة الدخول فيه ما هو بالسهولة اللي كانت تتوقعها منى فندي. واجهت كثير من العقبات اللي كانت في طريقها وحالت بينها وبين أمانيها. وكانت أول عقبة لها رصيدها البنكي صفر، والعقبة الثانية نسبة جمالها ما يشفع لها عشان توصل حلمها واللي له دور كبير في عالم الشهرة. والعقبة الثالثة عمرها اللي تعدى سن الزهور وسن الشباب تقريبا. ويوم من الأيام قابلت منى رجل اسمه محمد فندي، معجب فيها أشد الإعجاب، إعجاب فيها وفي شخصيتها وإعجاب في موهبتها. وقررت بناها رسميا وفنيا، وخاصة إنه كان يملك رأس مال كبير ونفوذ. وتزوجها مع الوقت، أنتج لها شريط ألبوم كامل لأغانيها، واختار لها اسم الشهرة منى، وأوصل باسمه العالي وصارت منى فندي. وكانت الصدمة المدوية الألبوم ما تصدر أي قائمة ولا أي أمل عشان ينجح. وبعد كثير من المحاولات الكبيرة، واللي كانت تعتقد إن بفلوس زوجها تقدر تحقق حلمها، بس للأسف كل ذا حال بينها وبين إنه تحقق حلمها. طبعا قررت منى فندي تترك مجال الفن والأغاني لشعار آخر، وقررت بما أنه تقفلت في وجهها كل الأبواب تفتح الباب الممنوع، وتتعلم فنون السحر وتمارس السحر الأسود عشان تحقق حلمها وكل مطالبها. وفعلا تعلمت منى كل أنواع السحر، ومارست السحر الأسود اللي هو أقوى وأشد أنواع السحر فتك في العالم. وبدأ صيتها من ذاك الوقت، وفتحت مجمع سحر خاص لها. وكان يجيها كثير من الناس اللي كان طموحهم يملكون نفوذ وسلطة وفلوس ما لها حد ولا عد، ومن بينهم شخصيات كبيرة وسياسية ومشهورة في ماليزيا. وذي كانت فرصة لمنى فندي إنها تحقق جزء مهم وكبير من حلمها، ألا وهي الفلوس. وقدرت تملك مبالغ ضخمة مقابل عملها في مدرسة السحر، وفي المقابل امتلكت السيارات الفخمة والقصور والملابس الغالية وجميع أنواع المجوهرات والنوادر. بس في الحقيقة منى ما كان عندها أي شيء من القدرات اللي فوق الخيال أو شيء من الخوارق، وما تقدر تحقق حلم أي شخص من اللي يجيها لمجمع السحر. بس كان عندها قدرة كبيرة على الإقناع وفن التأثير بالكلام، يعني بياعة كلام تبيع الوهم للناس. ومن أكبر زبائن منى فندي شخصية سياسية مشهورة ومرموقة، واسمه مازلان محمد. وبالرغم من مكانته وموقعه في السياسة وثقافته العالية، إلا أنه كان من أشد المؤمنين بقدرات منى على أنها تقدر تساعده في تحقيق حلمه اللي كان ينص على توليه منصب أعلى ويكون حاكم دولة ماليزيا. وقدرت منى بمساعدة زوجها محمد فندي ومساعدهم جيرمي حسن مازلان إقناع الشخصية المرموقة إنه يستخدم عكاز وطربوش على أساس إنها كانت ملك للرئيس الإندونيسي الراحل واسمه سوكارنو، وإنه فيها تعويذة قوية يقدر يستخدمها عشان يحقق كل طموحاته. وطلبت منى من صاحب الطموح مازلان مبلغ مقابل 2,500,000 ريجنت، طبعا العملة ماليزية. ودفع مازلان فورا مبلغ نص مليون ريجنت، وزيادة 10 أراضي من أملاكه الخاصة، ويصير المبلغ الإجمالي 2 مليون ريجنت، أي ما يعادل 600,000 دولار أمريكي. وتم تحديد موعد لمازلان عشان طقوس التحضير وتطهير الأرواح في بيت منى أواخر الليل، وطبعا بدون علم أحد بزيارات مازلان لمنى، وبالأخص هذا الليل عشان إذا نجحت ما تتأثر سمعته كسياسي مرموق. وصل مازلان في الموعد المحدد، واستقبلته منى وطلبت انه يمدد جسمه في طاولة مجهزتها خصيصا له، وغطت جسمه بالورود وطلبت يغطي عيونه بالكامل ولا يفتح له اي ظرف كان. واعطت مساعدها اشارة خفية، وجاء بفاس حاد وضرب رقبة ماجلان وفصل راسه من جسمه. بعد جريمة القتل الشنيعة هذه، منى فندي ومحمد زوجها ومساعدهم حسن اجتمعوا على تقطيع الجثة ل 18 قطعة،
ودفنوه في مخزن قريب من بيت منى في مدينة باهانغ في ماليزيا، وأكلوا أجزاء لحم الضحية، وكان ذا جزء من الطقوس السحرية وقربان للشيطان. وكان الحدث ذا عام 1993. بعد ما عاشوا كلهم حياة طبيعية وكأن شيء ما حصل، وصار لمنى 2 مليون ريجنت، وبالمبلغ ذا قدرت تسوي عمليات تجميل كثيرة، واشترت مرسيدس أحدث موديل، وحاولت تعديل أشياء كثيرة اللي كانت تعتقد إنها كانت تحول بينها وبين حلمها في الشهرة وعالم الأغاني. وجرى البحث عن ماجلان وما حد كان يعرف وين كانت وجهته الأخيرة، لأن الموضوع زي ما وضح ما حد يعرف علاقته بمنى خصيصا. وفي يوم من الأيام توقف مساعدهم حسن جرمي في مخالفة عادية، ومن بدأ التحقيق معاه انهار وفقد أعصابه، واعتقد إن تم توقيفه بسبب الجريمة اللي كان مشترك فيها، واعترف بكل شيء صار وسط صدمة من رجال الشرطة والتحقيق، لأنهم كانوا يحققون معاه في شيء وسمع منه شيء ثاني بعيد كل البعد عن الموضوع الأساسي. واعترف حسن على منى وزوجها ودلهم على مكان الجثة، وبالفعل حصلوا بقايا ماجلان في مخزن مغطى بخرسانة إسمنتية، وتم القبض على الثلاثة وبدأ التحقيق معاهم، وما حد قاوم فيهم لأن الأدلة كلها واضحة. واعترفوا بجريمتهم الشنيعة، وتم الحكم على الجميع إنهم مذنبين، وأصدر الحكم بالإعدام شنقا عام 1995. وقدمت منى وزوجها كثير من خطابات الاسترحام وتخفيف عقوبة الإعدام، لكنها في الأخير كلها رفضت. والملاحظ على منى فندي وقت جلسة المحاكمة سلوكياتها الغريبة وابتساماتها الغريبة والمخيفة في عدسات رجال الإعلام والمصورين، وكأنها نجمة تتصدر ترند في مجال الفن والإعلام، مو مجرد سفاحة وقاتلة. وزيادة كانت لابسة ملابس فخمة وبراقة وتلوح للصحفيين ورجال الشرطة وكأنها على السجادة الحمراء. وتم الحكم على الثلاثة بالإعدام يوم 2 نوفمبر عام 2001، وكان طلبهم الأخير والغريب قبل الإعدام بعيد عن المنطق كل البعد، وجبة كنتاكي. وقبل يتم حكم الإعدام لمنى على المنصة كانت تقول وتردد جملتها الشهيرة واللي أرعبت كل الحاضرين: أكون تاكن ماتي، ومعناها لن أرحل وسأعود مرة أخرى. فارقت منى الحياة وكان عمرها يتجاوز 45 سنة. القصة هزت أوساط ماليزيا، وصراحة ما حد كان يتمنى رجوع منى للحياة بعد الأحداث الشنيعة والألغاز اللي تركتها بعد موتها. وإلى هنا وردد: أكون تاكن ماتي، لن أذهب، لكن برجع بقصة جديدة وشيق على هذه المنصة كل يوم جمعة. لا تنسوا الاشتراك واللايك وزر الجرس عشان ما يفوتكم الجديد. سلام.